اقدم عامل في المصنع هتلاقوه مش كبير قوي، لانه فعلا ابتدى وسنه صغير، بس طموحه كان كبير وفضل يترقى لحد ما بقى مشرف انتاج. فعلا مفيش حاجه تقف قدام الطموح والاصرار. ازيك؟ ازيك الله؟ انت اقدم عامل هنا؟ ادم حمدي. ما شاء الله، بقالك كام سنه؟ بقالي 12 سنه. يعني انت عندك كام سنه دلوقتي؟ 29. 29 تمام. من 12 سنه، يعني انت بدات صغير قوي. بدات صغير ما شاء الله. طب ايه الفرق في الشغل زمان من دلوقتي؟ الشغل زمان، مصنع زمان كان الى حد ما صغير، وعدد المكن فيه قليل، وكان كميه انتاجنا مش زي دلوقتي. يعني كميه انتاجنا زمان كنا ممكن ننتج 2 كونتينر 3 كونتينر في اليوم. حلو. دلوقتي الحمد لله ممكن ننتج 5 6 كونتينر في اليوم. ما شاء الله. بدانا بعنبر 1 وعنبر 2 اهوت، والحمد لله ما شاء الله. طيب انت كنت بدات في الشغل كنت ايه ودلوقتي بقيت ايه؟ كنا بدانا كده لسه عمال، ونشيل ونحط ونعبي كناتر، الحمد لله دلوقتي بقينا موظفين وبقينا مشرف انتاجه. ما شاء الله. ان شاء الله اشوفك كمان مره كده، كمان 12 سنه ولا حاجه تبقى صاحب المصنع بقى باذن الله. حبيبي الشكر. احنا هنا دلوقتي في مصنع الجرانيت ان شاء الله. فاول حاجه لفتت نظري انه احنا داخلين المقصات بتاعه الجرانيت شكلها زي مروحه. ايوه. وغير المقصات بتاعه الرخام. الاختلاف ده تشغيل الرخام مختلف كل جزء عن التشغيل في الجرانيت. حلو. المكن دوت اتعمل عشان يبقى اسرع من المناشير القديمه، يعني ده بيبقى انتاجه اسرع شويه من المناشير القديمه كده. ايه الفرق بين الرخام والجرانيت؟ يعني احنا دايما معلوماتنا ان الرخام بتعمله في الارضيات او في الحاجات، والجرانيت دايما بيبقى في المطابخ والحاجات كده، فليه بقى الفرق ده؟ اغلبيه شغل الرخام بيستخدم اندور. حلو. الجرانيت كله بيبقى اوت دور عشان بيستحمل اكتر. صلابه الجرانيت اعلى واصلب من الرخام بكتير. طيب باشمهندس طارق، دلوقتي الجرانيت اللي قدامنا ده حضرتك بتقول لي اللي اتبنى منه الهرم. بالظبط يا فندم. بس هو يعني لونه ما كانش كده، فانت بتعرف لونه ازاي؟ ده احمر اسوان، بنرش على البلوكات ميه ماشي يظهر لنا اللون بتاعها. مؤاخذة. ايوه ده اتعمل منه معابد ولا مسلات والاهرامات. ده بقى اللون الحقيقي. ده لونه الحقيقي. بالظبط. طيب في سؤال دايما عندنا في البرنامج، بنسال على اول كونتينر كان امتى وراح فين، واخر كونتينر كان احنا امتى اول حاجه صدرناها من الجرانيت كانت في 2012. كان لدوله السودان الشقيقه. حلو. النهارده احنا بنصدر لامريكا اللاتينيه. ما شاء الله. ده اخر واحد. اخر الكونتينر هيتحمل النهارده ان شاء الله وهيسافر باذن الله. بس ده ما شاء الله ده بعيد قوي يعني. ده بياخد وقت قد ايه عشان؟ ده بياخد له حوالي 60 يوم تقريبا متوسط. 60 يوم في البحر. طب انت ازاي بتقدر تحافظ على المنتجات اللي هي ما تتكسرش؟ ما انت يعني ده اكيد حاجه لو وقعت او لو انت عامل شكل معين بمكن CNC او حاجه ممكن يتكسر بسهوله. احنا بنعمل باكينج كويس جدا، وبنحافظ على الماتيريال ان هو يوصل اي حته في العالم يكون امان. طيب اخر حاجه بقى دايما الناس بتبقى لحد دلوقتي بيسالوا عليها، وانت بقى بما انك حضرتك شغال في الجرانيت وبالذات الجرانيت الاسواني احمر اسواني، هو معظم المسلات بتاعت زمان بتاعتنا بتاعت الفراعنه والتماثيل كانت منه. بالظبط. ما كانش ولا عندهم مكن CNC ولا عندهم كل التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي، فهل احنا نقدر نعمل مسله زي ما كانوا بيعملوا زمان؟ ولا احنا ولا غيرنا لحد دلوقتي ما نقدرش نعملها. لا ما نقدرش نعملها بنفس الجوده والكواليتي بكل التكنولوجيا اللي عندنا دي. التكنولوجيا والمعدات اللي عندنا. السر يعني. ده هم كانوا بيعملوا مسلات زياده عن 20 متر و30 متر وحته واحده. اللي بيستعجب له ازاي في الوقت دوت ما كانش فيه ولا معدات ولا تكنولوجيا، وكانوا بيعملوها بالدقه دي. كده واحده فيش ولا لحام، يعني هو حته واحده من الجبل. يعني دي حاجه بقى يعني ان شاء الله نوصل لها في وقت من الأوقات. عظمتهم كده هو. طبعا. من شقة تعبان بتطلع كونتينرات فيها منتجات مصرية رايحة لأسواق عالمية. المنافسة فيها مش سهلة، لكن مودرن ماربل قدروا بالتميز والسعر الصح والجودة والإصرار والتصميمات يشقوا لنفسهم مكان في الأسواق دي، وأسواق تانية أكتر قريب إن شاء الله. الكونتينرات دي بيستناها ناس على الناحية التانية علشان فيها منتجات مصرية متميزة، وعليها أحلى جملة: صنع في مصر.